صبري عليك طال طال واحتار فيك أمري تيرارارا جفا ولا دلال خلي الدمع يسال سال عالخد صار يجري يرضيك يا حال هم ليلي نار ما ترحم اشكي على أبكم قاسم. الله الله، ايه المسخرة وقلة الأدب دي؟ مامي من فضلك تعالي معايا جوه. اوعي ايدك، اخص عليكي، قلعتي بنتي الحجاب ومقعدها مع ناس أغراب، انت عايزة منها ايه؟ عادي. طبعا غيرانة منها ومن أدبها والتزامها، فعايزة تضيعيها وتبوظيها. مامي لو سمحتي من فضلك تعالي معايا جوه. قلتلك اوعي ايدك. معلش أنا آسفة يا جماعة، من فضلك لو سمحتي. أنا مش مصدقة اللي بتعمليه، ليه تحرجيني كده؟ أنتي فاهمة كل حاجة غلط. المشكلة إني فاهمة صح، المشكلة إني عارفة ومدركة المصيبة اللي بنتي فيها. أنا ما جيتش متأخر من فراغ، أنا اتعمدت إني أتأخر عشان أشوف ليالي الفن والفنانين اللي عايزة تدخلي بنتي وسطيهم، واللي حسبته لقيته. بس المرة دي مش همشي إلا بيكي يا حلا. أسفة، أنا مش هاجي معاكي، وموضوع حجابي ده بيني وبين ربنا مش من حقك تكلميني فيه. من حقي ونص إني أتكلم. مش هقدر أجبرك، بس لازم أتكلم زي ما أنا عايزة، لازم أصحيكي من الغفلة وأوعيكي، بس مش هقدر أعمل ده هنا، بس هقدر أعمله في بيتي. أنا رافضة كل اللي بيتقال دلوقتي، أنتي أمي وعلى راسي من فوق، إنما مش من حقك إن أنتي تحرجيني كده قدام ضيوفي. أنتي دخلتي لقيتي إيه؟ إحنا قاعدين قعدة شغل. جيت لقيت بنتي المحجبة قلعة حجابها وبتغني ولابسالي قصير. إيه المرة الجاية إن شاء الله أجي ألاقيها بترقص؟ وده يرضي مين ده؟ بترقص إيه يا ماما؟ كل اللي بتقوليه غلط. أولاً حالة مش صغيرة، وأنا ماليش أي علاقة بأي قرار هي تاخده، بس في نفس الوقت لو طلبت مساعدتي لازم أقف جنبها. هي غسلت إيدها من دمك، إيه رأيك يا فنانة؟ رأيي قلته وهقوله تاني، أنا مش صغيرة، أنا حرة ومسؤولة عن كل قرار باخده في حياتي، ومش هسمح لأي حد إن هو يتدخل في حياتي، ومش هرجع معاكي، مش هرجع. أنا مش عارفة عملت إيه في حياتي غلط عشان أتحاسب بسببكم انتوا الاتنين. أنا طول عمري ست ملتزمة وتقريبا ما عملتش حاجة غلط. أنا حاسة بظلم بسببكم، أنا مقهورة وحزينة بسببكم، بس ليكوا أب وأخ يقدروا يوقفوا المهزلة دي. ماما